اليوم اللي الوزير الأمريكي طلع فيه على التلفزيون وقال بصوت غاضب: الصين اقتصادها قايم على القيادة والسيطرة، وإحنا في أمريكا مش هنسيبهم يتحكموا فينا. كان اليوم اللي ولع الدنيا. الجملة دي لوحدها كانت كافية تبدأ حرب جديدة، حرب من غير رصاصة. سماها الناس بعد كده حرب السفن. اللي حصل إن الصين في السنين الأخيرة كانت ماشية بسرعة الصاروخ. أكتر من 40% من البضائع اللي بتتباع في العالم بقت طالعة من مصانعها، وموانيها شغالة 24 ساعة في اليوم. أمريكا بدأت تحس إن السيطرة بتفلت من إيديها، فقررت ترد. فرضت ضرائب جديدة على المنتجات الصينية وصلت إلى 25%، ومنعت شركات تكنولوجيا صينية من دخول السوق الأمريكي زي هواوي وZTE. بس الصين ما سكتتش، ردت بالعافية وقالت طيب إحنا كمان هنقلل استيراد المنتجات الأمريكية، وبدأت تفتح طرق تجارية جديدة مع آسيا وأفريقيا وأوروبا. وفي نفس الشهر أكتر من 300 سفينة صينية طلعت من موانيها باتجاه دول جديدة، كأنها بتقول لأمريكا انسي إنك تكسري جناحنا. الأسواق بدأت تتقلب، سعر الحديد ارتفع 12%، والنفط طلع ل $90 للبرميل، والدولار لعب لعبته قدام اليوان الصيني اللي بدأ يقوى يوم بعد يوم. كل دولة بقت بتحاول تمسك العصاية من النص، خايفة تخسر الصين ومش قادرة تزعل أمريكا. العالم كله اتأثر، الموبايلات أغلى، البنزين أغلى، وكل حاجة بقت مرتبطة باللي بيحصل في البحر. ما بقاش الصراع على مين عنده جيش أقوى، لكن على مين عنده خطوط تجارة أكتر وسفنها مش بتوقف. وفي وسط المعركة دي أمريكا بتحاول تثبت إنها لسه المتحكمة، والصين كل يوم بتكسب أرض جديدة. الناس فاهمة إن الحرب دي لسه طويلة، لأن اللي هيسيطر على البحر دلوقتي هو اللي هيملك المستقبل كله.